كلهم نفسهم لعبانة حتى المصريين ما يسموها نفسهم بس لعبانة منهم. وكيل وزير الخارجية قام يبكي، طلع شفيه وقام يقعد. فورا ما خلص قال لهم ترى أبكي لأن التاريخ يعيد نفسه. في 56 إيد انطلب لعبد الناصر الاستقالة. إذا جو هذول أبوهم قتلوهم اللي جو على المكرماني، وهو راح للأزهر وخطب خطاب الكرامة: سنقاتل 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 لن نسلم أبدا. وصارت المعركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون رفاق؟ يا الله تفضلوا. الله بخير. الله بخير. مرحبا يا دكتور. شلون صحتك؟ مرحبا يا دكتور قاسم. شلون احوالك؟ الله يحفظك. الحمد لله. شلون اليمن؟ والله يسلم عليك اليمن، حجارها وشجرها وبشرها. الله يسلمك. اجتمعنا رفاق حتى نسمع من النائب عن سفرتهم، وخاصة هذا المضبة الحلوة للعملاء كلهم. يعني هي الهجمة صارت على المحتاجون إلى موقف حازم، ولأنهم هم أهل القضية، هم المبلغين. يعني هم يختلفون عن الآخرين بشكل جذري. المعجون فكر قومي مناضل مجاهد وهذا ضابط. فراح سووا حملة على زايد وعلى ولد زايد، طبخوهم جونا يعني عايشين إن شاء الله. كيف أنا أريد نأمل أن نعتبر كل الطرفين مظاهرة وما نرجع لهم ونذكرها، نبدأ علاقاتنا. قلت له يابا أول ما بلغوا لصباح برقية مني رسمية أنه يجي أنا حمايته خليه يتحمي، أنا أسير له حماية بس خليه يجي، إحنا نريده يجي. وبلغهم رفيقنا يجي للمرافقين يقول لهم ما يضل ولا حماية إلا يضلون اثنين على باب الوطن مالتي. كلهم يروحون حتى بالليل مرة من قلت هذا خاف. طيب نحن يعني قبل أن نتحدث عن المبادرة الإماراتية أريد أن أعرج على ما قاله الرئيس صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق للعملاء كلهم، هاي خصوصا هاي الضبة للعملاء كلهم.